الحي ده في الرياض اتشهر بحي المطاعم الباكستانيه. السلام عليكم. وده حي الشميسي، اغلب سكانه من اخواننا الباكستان، وعشان كده هتلاقي اكتر المطاعم هنا بتقدم الاكل الباكستاني، وفي الحي ده هتاكل الاكل الباكستاني على اصوله. وقررنا نعيش معاهم اليوم النهارده، وكمان نجرب اكلاتهم المميزه. ودخلنا مطعم يعتبر من اقدم المطاعم الباكستانيه في الحي، والمطعم المميز بيتعرف من كميه الزحمه اللي عنده. وطلبنا شويه اطباق عشان نجربها، ونبدا بالتشيكن كراهي، واحده من اشهر الاكلات الباكستانيه، وبينزل معاها الخبز الباكستاني اللي شبه التميز ده. اكله مميزه جدا وطعمها جميل وتوابلها مظبوطه، واحنا طلبنا منهم يقللوا السبايسي شويه. التشيكن كراهي عندهم تحفه يا جماعه، بس خلوهم يقللوا السبايسي شويه. وندخل بقى على اشهر نوع كباب باكستاني، التشابلي كباب. نوع كباب بيتقلى في زيت غزير، وكان طعمه جميل، بس ما قدرناش نقلل السبايسي في الاكله دي، فلو بتحب السبايسي فاكيد هيعجبك. وعلى الرغم من زحمه المطعم فهو مش بيقدم غير 3 اصناف بس. اول مره اجرب التشابلي كباب، بصراحه طعمه جميل جدا. وفي نفس الشارع هتلاقي محلات بتبيع حلويات باكستانيه، وطلبنا منهم يرشحوا لنا اشهر حاجه عندهم. نختمها بقى بواحده من اشهر الحلويات الباكستانيه، واسمها لبنيه، ومن اسمها فهي بتتعمل من الحليب، حاجه كده قريبه للقشطه بس مسكره شويه، وكان طعمها جميل بصراحه. مسكره وطعم الحليب طاغي فيها قوي. كده الفيديو خلص، واستنونا في جولات تانية في الرياض. اشوفكم على خير، سلام.